في الأيام الأخيرة تعيش الساحة السياسية المغربية على وقع ترقب غير مسبوق، فكل المؤشرات توحي بأن يوم 10 من أكتوبر لن يكون يوما عاديا في تاريخ المملكة. فبحسب الدستور يملك جلالة الملك محمد السادس نصره الله صلاحية حل أحد المجلسين أو كليهما بعد استشارة المؤسسات الدستورية وتوجيه خطاب إلى الأمة. لكن ما يلفت الانتباه هو أن كل خطوة يتخذها الملك تكون بدقة وحكمة وبعد نظر استراتيجي لا يخطئ. الوزراء الذين عينهم جلالته معروفون بالكفاءة والانضباط والعمل في صمت، بينما تعيينات رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش أثبتت محدودية التجربة وأدخلت البلاد في مرحلة من الركود والاحتقان. لذلك يرى كثير من المراقبين أن ما يجري اليوم من حراك إعلامي وتصريحات رسمية متتابعة ليس صدفة، بل تمهيد لمرحلة جديدة. وربما يكون يوم 10 من أكتوبر هو اليوم الذي يعلن فيه الملك إعفاء حكومة أخنوش، إذانا ببداية عهد جديد، عهد يعيد الثقة ويربط المسؤولية بالمحاسبة ويمهد لمغرب أقوى وأكثر عدلا. موروكو.